السلام عليكم. النهارده ان شاء الله فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنوريكم واجهه البرنامج بتاعت اوبر. خلاص احنا خلصنا الفيديو اللي فات ودي تاني فيديو في السلسله، وهنوريكم آلية البرنامج ازاي بيشتغل وايه كل ايكون فيه او ايه كل زرار فيه عباره عن ايه وايه لازمته. يعني زي ما احنا كده هوريكم على التليفون. ان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم من قلب الشارع ازاي بنشتغل على البرنامج، زي بقى ايه يعني اللي احنا هنقوله النهارده ان شاء الله هنطبقه الفيديو اللي جاي. يعني ان شاء الله بكل حذافيره ازاي بنشتغل وازاي الموقف اللي في الشارع بتقابلنا، ازاي بنتعاملوا مع العميل، ازاي بنركب، ازاي لو العميل ليه باقي بنديهوله، ازاي لو في حاجه على المحفظه بتجيلنا، ازاي الفلوس بتتحول لنا امتى. كل الكلام ده هقوله النهارده ان شاء الله في الفيديو، بس يعني قدامكم حاليا. في الفيديو الجاي هكون في الشارع، من قلب الشارع وانا شغال، وانا بوصف لكم ازاي البرنامج بيشتغل وازاي تشتغل عليه صح من غير ما يحصل اي اخطاء. حتى لو انت مبتدئ هتبقى شغال اكنك فهمان، من غير ما ايه، من الاخر من غير انت كده كده الغلط بيعلم. فانا ليه تغلط وانا موجود؟ فانا هعلمك كل حاجه من قبل ما تغلط. بس من قبل ما تبدا بالفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اهم حاجه، وتحط لايك وكومنت عشان يعني ايه تدعموني وتشترك في القناه. ويلا بينا على الفيديو كده. بسم الله، بدأنا واجهة البرنامج فتحناها. تمام. دي أول ما تطلع أول حاجة بتظهر لك هي دي واجهة البرنامج عامة. طبعا أنت لو اتقيت على انتقل دي هتخليك إيه أونلاين. إحنا دلوقتي شغالين أونلاين، بس أنا بوريك قد إيه يعني إزاي بتبقى أونلاين. أول حاجة خلاص انتقل دي بقيت أونلاين، أنت في وضع الاتصال حاليا. تتك على الثلاث شرط اللي تحت لو عايز ايه الانتقال الى وضع عدم الاتصال. تمام. دلوقتي الشاشه مقسمه الى يعني الرئيسيه الى كام حاجه. اول حاجه فوق على اليمين دي القائمه الرئيسيه، هنرجع لها تاني. تاني حاجه اللي في النص دي هتبقى عندك واجهه للبونص، والواجهه الثانيه للنقاط دي ملهاش لازمه حاليا، والواجهه الثانيه انت عملت كام في اليوم، والواجهه الثالثه يعني اخر رحله بتبقى عامله كام او سعرها كام. واللي دي اللي تقدر منها لو انت مثلا عايز تبلغ على رحله. ده هنقوله برضه في اخر الفيديو، بس خلينا نبدا واحده واحده. ازاي لو في مشكله في الرحله او حاجه بنتك في السهم اللي فوق. تمام. خلاص عرفنا ان الواجهه اليمين دي القايمه، اللي في النص دي البونص او الفلوس او ايا كان عدد ارقام الرحلات، واللي على الشمال دي علامه السيرش دي بتبقى الواجهه بتاعتك. انت طبعا في اوبر ليك واجهتين في اليوم، بتستخدمهم على حسب. لو انت مثلا رايح الشغل وجاي من الشغل سواء عربيه او موتوسيكل بتستخدمهم، وبيفيدوك جدا وبيدوك المشاوير. يعني انت مثلا رايح، ولنكن عشان انا من اسكندريه، بس رايح مثلا من العصافره للشاطبي، فبتعمل الواجهه من العصافره للشاطبي. هو مش لازما بيجي لك رحله من العصافره للشاطبي، ممكن تجي لك من العصافره مثلا لكيلو باترا، من العصافره قبل الشاطبي مثلا للابراهيميه. انت وحظك، انت ونصيبك. فواجهه الواجهه بتبقى مفيده جدا لو انت رايح مكان محدد، فبدل ما تروح فاضي بتروح معاك رحله. فدي طبعا فايده ليك، على الاقل ايه انت كده كده رايح المشوار، فبتفيدك ان انت ما رحتش المشوار فاضي. تمام كده. شرحنا الواجهه اللي على الشمال، وشرحنا القايمه دي ايه لازمتها. اول واحده دي البونص، انا هرجع لها تاني بس ايه يعني عامه، يعني ايه بديكوا نبذه بسيطه. تمام. والقايمه اللي تحت على الشمال، على اليمين قصدي، دي انت بتشتغل ايه في العربيه. بيبقى ليك اختيارات ياما، اللي هو اوبر اكس واوبر سيفر واوبر كومفورت والحاجات دي. احنا دلوقتي عشان احنا موتوسيكل فاحنا الغلابه عندنا بس اختيارين. وليك اختيار ده اجباري، اوبر موتو ده اللي هو توصيل الاشخاص، وخدمه توصيل الطرود دي بتبقى زي من الاخر اوردرات بتوصلها ما بين من مكان لمكان، بتبقى سعرها اعلى يعني نسبيا من توصيل الافراد. بس انا ما بفضلهاش قوي، لكن هي ليها اوقات بتبقى كويسه ان انت ممكن في كيلومتر قليل تعمل ربح كبير. تمام. وتقييم الركاب الجديد دي حاجه لسه نازله جديد، اللي انت ممكن تفعلها. يعني مثلا تحدد الراكب اللي معاك تقييمه من اول فين. فطبعا انا بفضل ان انا ما افعلهاش، لان انت كده اقل حد، يعني اي حد هيجي تحت تقييم الاربعه مثلا لو انا فعلتها على كده مش هيجي لي. طبعا هي دي حاجه حلوه ان انت يعني هتريح نفسك من الناس التعبانه والناس اللي هي ايه من الاخر متخلفه ذهنيا، واللي هي الناس المريضه، فاهم. فدي طبعا الكباتن ياما قيموها وحش، فمعنى التقييم الوحش ان هم بيعملوا حاجه غلط، مستفزين ايا كان، بيتعاملوا غلط مع الكابتن ايا كان. فده بيبقى دلاله ان التقييم ده ان ما كانش كويس مع الكابتن اللي قبلك. انا طبعا بسيبها مفتوحه، يعني مقفوله اكتر، ان هو ايه بسيبها احسن وخلاص. يعني ايه حتى لو جالي حد اقل من اربعه انا بعرف اهندله يعني. تمام. وعندك
القايمه دي دي اللي بتخليك غير متصل، والاطلاع على وقت القياده. انت طبعا يعني انا مثلا اخر اهو النهارده اشتغلت 3 ساعات، هو مش اشتغلت 3 ساعات، انا سوقت لمده 3 ساعات. في فرق وضع القياده ده. في ناس بتفتكر ان اوبر ليك 12 ساعه شغل بس، وحقيقي اوبر عطيك 12 ساعه تشتغل، وبعد ما تخلص ال 12 ساعه دول اجباري البرنامج بيقفل 6 ساعات علشان تبدا يوم جديد ويدوك 12 ساعه جديده. حتى لو انت اشتغلت مثلا ساعتين وقفلت تاني يوم يبقى خلاص كده من اول وجديد تشتغل 12 ساعه. طب ال 12 ساعه دول بتبقى ايه؟ قياده. يعني ايه قياده؟ يعني سواء معاك رحله او مش معاك رحله، طول ما انت بتتحرك وفاتح الابلكيشن بيتحسب من الوقت. طول ما انت واقف، حتى لو معاك الرحله وانت واقف كده خلاص حرفيا واقف وما بتعملش حاجه، لا الرحله ما بتتحسبش ان انت ايه من وقت القياده. طبعا يعني ما انصحش ان انت تقف، يعني اخرك في النقل الذكي عامه في الموتوسيكلات متعب جدا جدا للموتوسيكل، وليك انت كبني ادم بيتعبك جدا جدا. فيعني ده يعني بننصحه بعدين ان شاء الله. فيعني اخرك في اليوم 8 ساعات 10 ساعات كده انت دايس على نفسك. طبعا اللي بتكمل 12 ساعه ولا اكتر في ايام محدوده يعني. فاهم قصدي؟ مش ده الطبيعي. الطبيعي اخرك 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، انت كده برنس. اكتر من كده يبقى انت كده ايه؟ ان لبدنك هيبقى حق، يعني انت كده بتهين بدنك. فطبعا الواحد عمل كده وندم ان هو عمل كده، يعني والله تسبب له في يعني وجع يعني كبير جدا في ظهره، بس الحمد لله. تمام. احنا دلوقتي هنفتح القايمه اللي هي فوق على اليمين، وبعد كده اول حاجه عندك اللي انت ممكن انتقل الى وضع الاتصال، دي مش عايزينها. ولو طلعت القايمه دي فوق كده بتلاقي البونص اليومي والبونص الاسبوعي، يعني احنا كده كده هنخش على القايمه بتاعتها دايركت نختاره منها. تمام. اكتر حاجه بتميز برنامج اوبر عن اي برنامج تاني ان هو بيديك البونص، والبونص ده لما بتاخده بتاخد الفلوس كاش وتاخدها على المحفظه. تمام. طب آلية البونص بتمشي ازاي؟ اول حاجه البونص بيتقسم في الاسبوع. يعني انت الاسبوع بتاعك في اوبر بيبدا بدايته في اوبر يوم الاثنين الساعه 4 الفجر. يوم الاثنين الساعه 4 الفجر. طب البونص بيتقسم ازاي؟ في بونص يومي وبونص اسبوعي. نقسمه دلوقتي الاسبوعي الاهم يعني. الاسبوعي ده بيتقسم من ايه؟ يوم عندك يعني الاسبوع عندك فيه 7 ايام، 4 ايام و3 ايام. تمام. ال4 ايام دول من اثنين ثلاث اربع خميس. اثنين ثلاث اربع خميس ده بونص. جمعه سبت حد ده بونص تاني. تمام. البونص ده بيبدا من كام؟ يعني زمان كان البونص احلى، بس دلوقتي يعني ايه خف شويه، بس برضو لسه مكمل ان يعني ان اوبر هي متميزه في حته البونص دي قوي قوي يعني. اكتر برنامج متميز بالبونص بطريقه جميله ويخليك تستريح وانت بتتعامل مع العميل. وفي شويه مميزات كده عن بعض البرامج، وفي برضه عيوب هنذكرها ان شاء الله في الفيديو. تمام. البونص زي ما احنا قلنا بيتقسم من يوم الاثنين ثلاث اربع خميس، والبونص الثاني جمعه سبت حد. تمام. دلوقتي انت البونص بتاعك بتقسمه ازاي؟ بيجي لك مثلا اقل حاجه 25 رحله. يعني انا مثلا انا مختار دلوقتي ال 25 رحله من يوم الاثنين ليوم الجمعه ب 250 وعليهم 10 رحلات، لو عملتهم هاخد 80 جنيه. تمام. طب دلوقتي انا اصلا البونص اصلا يعني انا مثلا النهارده بدايه الاثنين قبل الساعه 4 اللي هو الاسبوع الجديد. بالنسبه للبونص الاولاني ممكن اختار ان انا مثلا انا دلوقتي هي مش متاحه عندي اللي انا اوريها لكم، بس انا هشرحها لكم ان انا اختار مثلا بونص اعلى، اللي هو مثلا بدل ما اختار 25 رحله اختار مثلا 10 رحلات، ولو زودت عليهم 10 اخد مبلغ اعلى. وبرده ممكن ازود بدل ال 35 هيبقوا 35، ولو وصلتهم لل 45 باخد. فاهمين؟ هي اخرها مثلا 65 رحله تبقى حوالي مثلا 480 500 جنيه، يعني في الحدود دي. لو انت عملت 65 رحله في خلال ال4 ايام او ال3 ايام على حسب البونص بتاعك. تمام. ده بالنسبه للبونص الاسبوعي. هنخش على البونص اليومي، وهو عندك مثلا هو طبعا البونص بيتغير، ساعات بيطلع ساعات بينزل، اسعاره هي بتبقى متغيره شويه. عندك بدايه يوم الاثنين. يوم الاثنين مثلا اللي هو النهارده انت عندك اول بونص يومي ده يعني بينزل كل يوم منفصل. عندك يوم الاثنين بدايته اهو 7 مشاوير في 30 جنيه. طبعا هي يعني ما تستاهلش، بس انا برضو بذكرها. ولو زودت عليهم مشوارين 20 جنيه، يعني 9 مشاوير في كام ساعة؟ من الساعة 7 للساعة 10، يعني 3 ساعات. فطبعا 3 ساعات في الساعة 7 الصبح دول طبعا بيبقى فيهم شغل. وانت لو حققت البونص اليومي، يعني انت وانت بتشتغل ومش واخد بالك ولقيت نفسك اللي انت محققه 50 جنيه، انت اولى بيهم. عملت 8 رحلات في 3 ساعات، وكده كده بيتحسبوا في البونص الاسبوعي والبونص اليومي. فليه لا؟
فاهمين قصدي؟ وده بس يعني انت ايه 8 رحلات من ال 25 رحله مثلا، او ايا كان انت مختار ال 35 على حسب انت مختار ايه. ده بالنسبه ليوم الاثنين. وبعد كده بعد ما بتخلص الساعه 10، يعني من 7 ل 10 بيبقى في استراحه ما بينهم لحد الساعه 12، من 12 ل 3 برضه نفس الكلام، 7 مشاوير 30 جنيه، ولو زودت عليهم مشوارين 20 جنيه. هي طبعا الكلام ده متغير، يعني مش ثابت، بس انا بوضح لك الفكره ماشيه ازاي. عندك برضو مبلغ اضافي اللي هي دي يوم الاثنين من الساعه 4 للساعه 8، اعمل 9 مشاوير وخد 60 جنيه، واعمل عليهم مشوارين وخد 30 جنيه. دي يعني كويسه نسبيا. طبعا ال9 مشاوير بيتحسبوا في البونص اليومي وفي البونص الاسبوعي. تمام، احنا كده خلصنا يوم الاثنين. عيد على بقى كده يوم الثلاث، الساعه 7 الصبح، الساعه 12 نفس الكلام، الساعه 8، فاهمين قصدي؟ لحد يوم الخميس. وبعد كده يوم الجمعه بيبقى بونص متغير شويه بالنسبه للبونص اليومي، هجيبه لكم اهو. شفتوا يوم الجمعة مختلف شوية. اعمل من الساعة 5 مساء اللي هو بعد العصر، 5 العصر، لحد الساعة 8، 3 ساعات برضو، 7 مشاوير ب 60 جنيه، ولو زودت عليهم مشوارين تاخد 30 جنيه. يعني مجموع 90 جنيه في 9 مشاوير. فطبعا كويس، يعني المشوار واقف عليك ب 10 جنيه زيادة غير ثمن الرحلة غير البونص الأسبوعي. ده اللي بيميز أوبر في الأرباح، بتخليك يعني هو البونص اللي بيعلي معاك الربح. حتى لو سعر الرحلة، يعني عايز أقول لكم يعني سعر الرحلة ساعات بيبقى قليل في اوبر فعلا، بس انا عايز اقول لكم الفتره الاخيره انا بقيت شايفه يعني من وجهه نظري ان هو اعلى برنامج. انا عشان انا في اسكندريه، اعلى برنامج تعرف تاخد منه سعر كيلو عالي. طبعا اندرايف انت بتعرف تاخد لقطات، بس عايزه ايه؟ اندرايف عايزه تشغيل دماغ اكتر من اوبر. يعني اوبر انت حرفيا حد مش فاهمان، هتفتح البرنامج هتشتغل خلاص، هي الرحله بتجيلك انت خلاص، انت لا بتعلي سعر ولا بتقلل سعر. فالموضوع ده في اوبر بيبقى بسيط. برضه هكمل لكم البونص اليومي عشان اكون خلصت كله. ويوم السبت بيبقى متغير نسبيا، بيبقى من الساعه 5 مساء لحد الساعه 11 مساء، يعني تقدر تقول حوالي 6 ساعات، وتاخد فيهم في ال6 ساعات تعمل ال 12 اوردر تاخد فيهم 65، وثلاث مشاوير زياده تاخد عليهم ال 35. انت طبعا البونص الاول اللي هو 12 بتحققهم بتاخدهم، التانيين حققتهم هتاخدهم، ما حققهمش مش هتاخدهم كده كده. تمام. وطبعا الكلام ده بيبقى شامل توصيل الافراد بس، مش توصيل اوردرات او اللي هي الباكجات، اللي هو ان انت توصل طرد او ايا كان. تمام كده. وطبعا يوم الاحد زي الايام العاديه، ان هي عشان يوم عمل عادي، بيبقى الساعه 7 الصبح بونص، والساعه 12 بونص، والساعه 4 بونص. تمام، احنا كده خلصنا من حته البونص. تمام، احنا كده خلصنا قائمه اللي هي اكتشف. خلاص هنروح على القائمه اللي جنبها واللي هي مكتوب عليها الارباح. ايه اهم قائمه عندنا؟ تمام. انت دلوقتي مثلا اللي هو الدخل اللي فوق ده حاجه، واللي تحت دي المحفظه. الدخل غير المحفظه. الدخل ده الفلوس اللي دخلت لك. المحفظه دي الفلوس زي محفظه على البرنامج، بيتحول لك زي ما قلنا كل يوم اتنين. بيتحول لك، يعني انا دلوقتي بعد الساعه 4 بيتسحبوا من البرنامج، بينزلوا مثلا عشان انا معدي الساعه 4 لسه، يعني مثلا بينزلوا لي على الساعه 12 الصبح، الساعه 1، اخرها مثلا الساعه 5 المغرب او 7 المغرب، قبل ما هم يوصلوا البنك والجو ده. فبيتحول اسبوعيا. ممكن كمان انت لو عايز تحوله بتخش جوه التحويل. هنفرض ان انا دلوقتي معايا صفر عشان انا تحول لي الفلوس، هتتك على تحويل الدخل. عندك طريقه دي تحويل دخل يومي. بصوا، يمكنك تحويل الدخل يعني من اقل حاجه، لو معاك جنيه هم طبعا بيسحبوا على التحويل حوالي 5 جنيه. يعني مثلا معاك 500 جنيه هيتحول لك 500 مع 5 جنيه في تاني يوم. بس اهم حاجه لو انت عايز تحول التحويل، يعني تحويل الدخل ده ممكن تحوله كل يوم، بس لو حاولته ما عدا الاجازات. يعني لو حاولته يوم الخميس هيوصل لك يوم الاحد، لان اوبر بتبقى اجازه رسميه يوم الجمعه ويوم السبت، فالفلوس ما بتتحولش غير يوم الاحد. ده بالنسبه للمحفظه. طبعا الدخل، لو دخلنا على الدخل يعني ممكن اجيب لكم الاسبوع اللي فات. يعني انا في الاسبوع اللي فات عملت فيه 40 مشوار ده على اوبر، وعملت فيهم 30 ساعه، وعملت فيهم 1700. انا كان نظام شغلي ازاي مثلا؟ يعني انت عشان تعرف برضو الاحصائيه دي مهمه، اللي انت بتعرف انت شغال ازاي، عملت كام. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا يوم الاثنين عامل مثلا 4 مشاوير بحوالي 142 جنيه. يوم الثلاث عامل 5 مشاوير مش عارف بحوالي 307. يوم الاربع كنت عامل 13 مشوار في 7 ساعات بحوالي 700 جنيه. الحاجات بسيطه، ده طبعا بيبقى مع البونص. اليوم الاربع او يوم الخميس على حسب انت مقضيها يوم ايه، بيبقى البونص شويه بيعلي اليوم. يوم السبت مثلا انا هو شغال 6 ساعات و7 مشاوير وعملت فيهم 355 جنيه. يوم الاحد مثلا انا اشتغلت 5 ساعات وعملت فيهم 7 مشاوير برضه ب 237 جنيه.
فيعني الموضوع زي ما تقولوا ايه نسبي شويه. تمام، ده بالنسبه للدخل. دلوقتي هنخش على صندوق الوارد. صندوق الوارد بيجي لك بقى اللي هي ايه زي الرسائل اللي بتيجي من الشركه، يعني مثلا تفاصيل الاجره الاسبوعيه متاحه، مش عارف مسابقه نزلت، ايا كان، مثلا الدعم ده لو انت مثلا في مشكله في رحله مثلا بيطبعوا عليك في الصفحه بتاعت الدعم ده، اللي هي انت المساعده بتخش لو انت مثلا في رحله ولا حاجه. هشرحها دلوقتي برضو ايه، يعني عملي زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هرجع لها في الاخر. تمام، وفي الاخر بتخش القايمه دي بقى. في دلوقتي الاول كانت اوبر بتاخد على كل رحله حوالي عموله 15%، فدلوقتي النظام اتغير خالص بقى بنظام اشتراك واللي هي عموله 0%. طب النظام الاشتراك ده ماشي ازاي؟ هنشرحها. اول حاجه عندك في القايمه نظام الاشتراكات. بتخش على نظام الاشتراكات. انت عندك طريقتين للاشتراك، طبعا ده اللي انا مشترك فيه، بس استنى اهي. دي القايمه اللي بتفتح معاك. تمام، دلوقتي انت عندك نوعين من الاشتراكات: اشتراك بالوقت واشتراك بالارباح. تمام، ايه الفرق ما بينهم؟ هنشرحهم دلوقتي عندك اشتراك 24 ساعه ب 17 جنيه، يعني انت هتدفع 17 جنيه، عملت رحله ما عملتش، عملت ان شاء الله مليون رحله، انت مش هياخدوا منك فلوس غير ال 17 جنيه. بالنسبه للعموله بتاعت الشركه، يعني انت الفلوس اللي داخله لك من العميل داخله لك صافي ليك لوحدك، بغض النظر ان انت بتدفع 17 جنيه في اول اليوم. انا دلوقتي انا بختار بصراحه، او يعني انت عندك في بالوقت اختيارين: يا اما باليوم، يا اما ان انت تختار 72 ساعه اللي هو يعني 3 ايام ب 45 جنيه، اقل من 17 جنيه، مش عارف بحوالي كام جنيه، فبتبقى موفره سيكا يعني. اهو حتى كاتب لك عليها اوفر بنسبه 11%. وعندك حاجه تانية اللي هي اشتراك بحد الارباح. بحد الارباح دي يعني انت مثلا ال 290 جنيه هياخد عليهم 25 جنيه، يعني انت حق بقى ال 290 سواء في يوم، في 10، في 20، هم ما لهمش دعوه برضه. بعد ما تخلص ال 290 يقول لك يلا اشترك تاني ب 25 جنيه. انا طبعا ما بفضلش دي، انا بفضل بالوقت، ان انت بالوقت ممكن تعمل ارقام اعلى وتاخد نسبه اقل. ده اللي انا بفضله. وعندك برضو 950 ب 75 جنيه، برضو مش انا شايفها مش مجزيه بصراحه، يعني اكنها 20% عموله على 950 جنيه لو حسبتها يعني. لا، هتلاقي النسبه كبيره. فاللي انا بختاره اللي هي ال 72 ساعه ب 45 جنيه. دي بحسها ان هي 3 ايام ورا بعض بتجبرني ان انا انزل، انا دافع 45 جنيه، فببقى عايز انزل اللي هو ايه، احللهم من الاخر. يعني انا مثلا لسه مشترك بيها، يعني انا مثلا مشترك في 11 يونيو لحد 14 يونيو، عملت كام؟ عملت 11 مشوار اهو، لم يتم، هو بيحسب لك الارباح 350 جنيه، لم يتم فرض عموله على 70 جنيه. انا من 70 جنيه، يعني انا لو من 70 جنيه دول شلت ال 42 جنيه، فانا خلاص الباقي ده دي يعني من الاخر ايه، كانوا هيروحوا للشركه بس رجعوا لي انا، فاهمين قصدي؟ فانا شايفها بصراحه ده احلى كمان من نظام يعني من نظام النسبه بتاعت البرنامج. انا شايف ان ده احسن بصراحه بكتير يعني. حتى لو جبت لكم السجل، يعني بص ممكن اجيب لكم السجل اللي هو الاشتراكات، مثلا انا كنت موفر كام، يعني في مره اهو موفر 134. كل ده يعني 134 اخصم منهم ال 42 جنيه. مثلا في السجل لو هنختار يوم تاني مثلا اهو 118 جنيه، فاهمين قصدي؟ ان هو لا بتوفر معايا حبه حلوين. 99 جنيه ايا كان يعني. انا كده كده يعني انا دلوقتي مثلا نظام الاشتراكات، يعني انا دلوقتي موفر 70 جنيه ولسه معايا بكره، يعني بكره معايا 0% عموله، عايز اشتغل براحتي و0% عموله لسه بقى لحد بعد بكره بقى بتتجدد، على اول ما بتاخد رحله بتتجدد. طبعا انا بتكلم باريحيه شديده لان انت داخل تتعلم، فمش هختصر لك في الوقت علشان تبقى ايه فاهم كل حاجه. وفي اللي هي تكون بدعوه المزيد من الاصدقاء، دي اللي من خلالها اللي انت لو في واحد صاحبك بتدي له اللينك بتاعك من الاخر بيسجل بيها، بتاخد 550 جنيه. فانا هسيب لكم اللينك بتاعي، لو حد بيسجل يعني يخش ممكن ينفعني ب 550 جنيه، اكون شاكر جدا ليه، او الواحد يبقى طالع بمصلحه يا جدعان. وبعد كده بنخش على المحفظه اللي احنا دخلنا عليها من الاول، فهي خلاص دي فهمنا الطريقه بتاعتها. بعد كده بنخش على الحساب. الحساب هنا بقى طبعا بيبقى فيه مثلا المستندات اللي هي في الاول، لو انت في مستند خاطئ بتخش تقدم من عليه. الدفع فاهمين قصدي؟ يقول لك طرق الدفع مش عارف ايه الكلام ده كله، كلام عادي يعني، ما ملوش لازمه قد كده غير لو في حاجه يعني. اعدادات التطبيق، الصوت، نظام التوجيه، الوضع الليلي، عايز تشيل صوت الوليه اللي بتزعجك تقول لك اتجه لليمين، فاهمين قصدي؟ الحاجات دي كلها بتتشال من هنا. ولو عايز تبدل الحساب، يعني مثلا عايز تخرج من الحساب وتبدل الحساب، تسجيل الخروج، كل الكلام ده من حوار الحساب. بس والمساعده، هنا عندك حاجات كتير في المساعده دي، ده الدعم من الاخر لما بيحصل معاك مشكله. المساعده باحسن، يعني مثلا عندك مساعده في الحساب، مشكله في الحساب، مشكله في الارباح ما وصلتش، مش عارف ايه خدمه التوصيل، السلامه، الموعد،
مميزات مش عارف ايه، اوبر شاتل دي حاجات بتاعت العربيات، خصوصيه، تشخيص الاعطال، مشكلات بالخريطه. لو عندك مشكله بتخش تبلغ الدعم. انا عايز برضو اوريك ازاي. يعني بصوا دلوقتي، انا عايز يعني فاهمين العلامه الخضر، العلامه اللي هي الموف دي، معناها ان الحته دي فيها الريت عالي اصلا. ان لو انت هتلاقي الطلب، يعني انا لو فتحت دلوقتي هتلاقي الطلبات اغلبها بتيجي من هناك، وسعر الرحله بيبقى اعلى سيكا. انا عايز اوريكم ان الرحلات لو جت عشان اوسع. انا بص صح، بالمره كده والرحلات جايه. ده انا شرحته في الفيديو اللي فات، ده الرحله جايه سودا. سودا دي تطابق. تطابق دي يعني مش جايه لك، دي بتتعرض عليك وعلى كذا كابتن. لازم بتتك عليها بسرعه لو هي لايقه، يعني لو انت شايفها اللي هي موافقه معاك. جات لي تاني بقى اهي نفس الرحله، الشرح عليها بصوا جميل. تبقى جايه كده دلوقتي اكسكلوزيف. اكسكلوزيف يعني انا قبلتها دلوقتي هتجيلي انا بس. اللي فاتي لو حد كذا حد قبلها، اول واحد بيتك عليها هو اللي بيقبلها. طبعا انا مش هقبلها، يعني انا لو اتكيت قبول هتديها كام؟ 5 كيلو 36 جنيه، معقوله يعني مش وحش. بس فنكمل نقفله بس الابلكيشن. يعني انا بنخش من على الشمال ونتك على غير المتصل. تمام. اخيرا هنخشوا على لو في معايا مشكله في الرحله، ايه اللي بقدر اعمله. يعني مثلا انا دلوقتي اخر واحد ده مثلا كان لاغي المشوار، اللي هو 0 جنيه ده. في حوار لاغي المشوار ده، طبعا ميزه اوبر في الحته دي ان انت، طبعا ميزه اوبر في الحته دي عن اي برنامج تاني انا بشوفها ميزه كتير، يعني ميزه مهمه جدا وبتميز. يعني بتديك قيمه ككابتن، وان هم بيقدروك، وان هم يعني ما بيضيعوش حقك زي اندرايف من الاخر. اندرايف ده حقير يعني، انا بكرهه، بس يعني لابد منه، بتشتغل منه ساعات ساعات بيبقى مفيد يعني. ان انت نظام الرحله بيمشي ازاي. انت بتاخد العميل، تمام، مثلا وليكن الرحله عامله 20 جنيه. رحت عند العميل ليك دقيقتين بتستناه. بعد الدقيقتين بتستنى يعني بعد ما الدقيقتين بيعدوا بيبدا زي مؤشر اخضر بيعد. المؤشر الاخضر ده معناه ان من اول ما بيعد كده انت بيتعدلك فلوس انتظار. تمام. وصلت بقى المؤشر الاخضر ده لحد 3 دقائق، اللي هو انت كده في دقيقتين في الاول و3 دقائق تانيين، فانت كده عديت 5 دقائق والعميل ما وصلش. بتتك على كلمه الغاء. العميل لما يوصل آه بيديك كتعويض للالغاء 18 جنيه. تمام، دي بدايه الكلام. طب العميل جه وانا مستنيه على كل دقيقه تقريبا ليك 2 جنيه، ليك حاجه يعني مش عارف، انا مش عارفها كام بالظبط، بس ليك حوالي 2 جنيه في الدقيقه. فيعني تقدير احسن من برنامج تاني اللي هو يعني بيخلي ايه، ان العميل ما يستعبطش. لما واحد يعني واحد ما يطلبش وهو نايم على السرير ويستنى العميل. الكابتن جه، انا لسه هستحمى، انا لسه، في ناس بتعمل كده بجد، انا لسه هستحمى، انا لسه مش عارف ايه. فاوبر بيقدمهم، بيخليك اللي العميل بيجي بسرعه فتنجز وقتك، عشان انت وقتك بفلوس تعرف تخلص عشان تخش في مشوار تاني، في مشوار تالت. فانت وقتك مش ببلاش. انت فاهم قصدي؟ مثلا وليكن انت خدت رحله والعميل هو اللي لغى، بينزل لك ال 18 جنيه، بس في حاله واحده، ان انت عديت دقيقتين وكنت متحرك عليه. دلوقتي انا في الحاله دي العميل، انا خدت الرحله والعميل لغى، بس يعني انا مثلا لو عديت دقيقتين ولقيت الفلوس ما نزلتش، فبخش على المساعده واخش هنا اسم المرور او رسوم موقف الانتظار بتتك عليها. بس انا هو كده كده مش هيدوني تعويض، بس انا بقول لكم الفلوس مش هتنزل ليه اهو. الغى الراكب هذا المشوار خلال الوقت المسموح به وهو 2 من الدقائق. تم قبول الرحله الساعه 11، اتلغت في 11 بالظبط. عارفين لو اتلغت و11 و3 دقايق، ساعتها انا باخد ال 18 جنيه، وببقى زي الفل. ويا عم كويس ان انت ما لغيت، انا كده كده فلوسي نزل لي وبتنزل لي على المحفظه. كده كده المحفظه انت بتجمع الفلوس وبعد كده في الاخر بتحولها في يوم الاثنين. تمام. انا مش عارف ايه تاني اشرحه، انا متهيألي انا شرحت البرنامج كله كنظري وازاي بتشتغل عليه. بس ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح لكم عملي في الشارع ازاي بتشتغل على اوبر. والسلام عليكم ورحمه الله. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، ولو انت وصلت لحد هنا وما اشتركتش والله انا زعلان منك، لان انا بتعب جدا في تقديم المحتوى ده. بس فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.